السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم جاي تشوفون الفيديو، وان شاء الله تظلون دائما بألف خير ويظل شعبنا بألف خير. مثل ما شفتوا عنوان الفيديو، حلا قاسم، او نقدر نقول فضيحة حلا قاسم. هي البنياني ما لي علاقة بها، واصلا ما الي حق احكي بهيج موضوع، انه شوي يجر للسياسة او هيجي. بس الموضوع انه هي قضية شعب، قضية وطن، فلازم مو بس اني، لازم كلنا نحكي بيها، وصوتي يمكن يوصل وما يوصل، انتو تعرفون بعد هاي السوالف. ويمكن همين تنسد قناتي بأقرب وقت من بعد هذا الفيديو راح اسويه. فأول شي حبيت أقوله إنه إحنا هسه ما دا نعرف شلون نخلص من دولة بالبرلمان، وشلون نرجع حقوقنا، أو شلون ناخذ حقوقنا اللي من أول ما انولدنا لليوم ما عرفنا شلون ناخذها. بآخر فترة انتشرت فيديوهات خلاعية للمرشحة حلا قاسم. هاي شغلة أنا مالي علاقة بيها، بس إذا تتذكرون من قبل حلا قاسم، يمكن قبل 6 شهور أو 5 شهور، انتشرت فيديوهات لبنية اسمها نبأ الجبوري. هم انتشرت صور وفيديوهات خلاعية إلها، أظن إنه اسمها نبأ الجبوري، وأهلها ذبحوها من وراء هاي الفيديوهات. فإحنا مجتمعنا شرقي ما يسمح بهاي السوالف. عاد هي نشرت على موقعها الأساسي فيسبوك، هاي حلا قاسم، قالت تناولت بعض الحسابات الوهمية فيديوهات مفبركة لي، وكلكم تعرفون انه الفيديو مستحيل يكون فوتوشوب، لانه اول شي غير انه راح يبين الصور بس هي اللي تصير فوتوشوب، مو الفيديوهات. ممكن يصير مونتاج للفيديو، تغيير فلاتر، بس موضوع فوتوشوب هاي ما اتوقعها، ماكو هيك شي صاير ولا مر علي. يعني احنا بالقوة جاي عايشين بالبلد، ومنا قاعد يقدر ياخذ حقوقه بالبلد ومنا لا، من حقوق النفط للرواتب الى اخره. فانتوا ايش تتوقعون راح يصير بوضع البلد بعد ما تستلمنا هيج مرشحة او هيج وحدة؟ طبعا انا ما